لما وعيك بيزيد بتشوف الحقيقة وتدرك بيقين إن وجودك في أسرة فيها مشاكل أو الأبوين منفصلين ده حصل عشان تطلع معتمد على نفسك وتتحمل مسؤوليتك بنفسك. هتبقي متيقنة إن تأخير الارتباط علشان تتعلمي تكتفي بنفسك وتطوري نفسك ووعيك وتظبطي حياتك، ووقتها بيكون الشخص المناسب هو كمان بتجهزلك علشان تتقابلوا وتكملوا حياتكم. انفصالك عن شريك حياتك حصل عشان تعرفي قيمة نفسك، اتهيأت ظروف عشان يكون دخلك المادي بسيط، ده حصل عشان تنمي مهاراتك وتتعلم وتغير أفكارك وتقرا كتير، لأن مفيش عذر للجهل والفقر غير في أذهاننا. كل ما تدخل في علاقة تفشل عشان تتعلم ازاي تبني علاقة ناجحة. فالأهم من كل ده إنك تخصص وقت للتعلم وتطور من نفسك، لأن الاستثمار في النفس هو أعظم استثمار علشان هو اللي باقي للأبد. الناس اللي بتحبطك وتقلل منك كان لازم يحصل ده علشان تتعلم تثق في نفسك، فتوصل إن يكون عندك المدح زيه زي الذم بالظبط، ويكون عندك مناعة من الكلام السلبي. وزي ما في ناس بتشجعك هتلاقي ناس تحبطك، لأنك مش هتكون أحسن من الأنبياء ومن ربنا اللي في ناس بتسبه لحد دلوقتي. فهي دي الحياة، خد الإيجابي وطنش السلبي. وإنك تكون إنسان حساس دي نعمة في شخصيتك وهتفيدك في حياتك لما تتعلم تستفيد منها. ليه بقى؟ علشان تتعلم تثق في نفسك وتحبها وتقدرها وتخليها أولى أولوياتك، وتبطل تيجي على نفسك عشان خاطر حد، وتشوف ايه اللي بيشتتك. لو أفكار سلبية تتعلم تتحكم فيها، لو موبايلك تتحكم في مواعيد استخدامه، لو عادة سلبية ازاي تبني عادة تستمر عليها وتكون عارف إنها عايزة بس شوية صبر علشان مش هتيجي من يوم وليلة. هتقع عادي، قوم تاني، وكل ما تقع قوم لحد لما العادة القديمة تستسلم لإصرارك وتنشيف دماغك. الروقان والهدوء قرار، والتوتر والضغط قرار، وانت اللي بتختار. اختار وقرر تعيش رايق، اعمل مشروب بتحبه، روق اوضتك، رتب موبايلك ونظمه، علشان كل ما كنت رايق كل لما هتجيلك الأفكار اللي لما تعملها تزود روقانك، سواء فلوس أو علاقة جميلة أو فرصة شغل. الدنيا بتروق على اللي بيروق على نفسه. تأكد إن الدنيا صممت باحترافية عشان تطورك، وإحنا اللي بنختار نتطور في رحلتنا بحب وسعادة ولا بالألم غصب عننا. أكون واثق إن خلف الكواليس يوجد صانع عظيم صنع الدنيا خصيصا علشان تعيشها وتطور وتفهم نفسك. ثق فيه وثق في نفسك وفي الحياة، وتأكد إنك تمام مهما حصل يا صديقي. سنلتقي إن كان في العمر بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.